السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل النهاردة أكلة كده الولاد بيطلبوها على طول في المدرسة، فأنا قلت أعملها معاكم النهاردة وناكلها برضو في البيت، وجبة غدا وجبة عشاء. يعني هي حاجة بسيطة والولاد كلهم بيطلبوها. يلا بينا. معايا هنا نص كيلو من الفيليه البانيه، يعني شرايح. طبعا انا متبلاه بملح وفلفل اسود، كان عندي فلفلايه كده ملونه صفرا، يعني بشرتها مع البصله وخدت الميه بس. تمام، يعني ده الاصفر اللي على شرايح البانيه. معايا هنا جزرايه فرمتها ناعم في الكبه، ممكن تبشريها برضو مفيش مشكله. بعد ما فرمت الجزره هنزل بقى بالبانيه. طبعا البانيه واخد الملح بتاعه التمام والفلفل الاسود وميه البصل. تمام، ميه بصل بس. معايا هنا كيس من الفيجيتار، وطبعا ده لازم، يعني مش هقولك اختياري. يعني لو حطيتي بقسماط ناعم اللي هو العادي مش هيبقى فيه الطعم اللي هو الناجتس المحلات او السوبر ماركت. معايا بيضة، معايا فلفل اسود تاني هنزود شوية. هننزل كمان بحبة من البهارات وشوية من التوم البودر. ومعايا كمان بيكنج صودا او بيكنج باودر، هنزل بنص معلقة صغيرة اهو، ده التوم البودر. تمام كده. معايا هنا دي 7 بهارات وكفايه كده. طبعا احنا بنحاول نطعمها قوي، هنفرمها بقى حلوة قوي، يعني هننعمها خالص عشان ما يبقاش فيها قطعه، لان القطعه دي هتضايقنا بعدين، هتضايقنا بقى واحنا بنغلفها بطبقه البيض والبقسماط. هنفرمها جامد زي ما انتم شايفين كده. طبعا الناجتس ده الاكله المفضله في اللانش بوكس، فالولاد بقى عمالين يزنوا. طبعا في المدرسه بيبيعوا الحاجات دي في المدرسه، فانا ما كنتش بوافق ان هم يشتروا الناجتس في المدرسه يعني، فقلت بقى اعملهم في البيت واصوره معاكم بالمره. معايا هنا صينيه او صاج، ايا كان اللي عندك، مربعه مدوره اي حاجه. افرش فيها كيس من بتاع السندوتشات او كيس المطبخ، وهبتدي ان انا برضو افرد كيس تاني كده بعد ما انزل بالناجتس، عشان اعرف افردها عشان ما تلزقش في ايديا، عشان كمان تبقى سهله الفرد. الجزره بتديها تسكيره حلوه جدا. بصوا بقى، يعني فردتها عشان تبقى كلها سمك واحد، وتأكدي ان هي كلها سمك واحد. دي طريقة، يعني دي طريقة في الناجتس، ان انا ادخلها الفريزر تجمد، وبعد كده اطلعها تبقى مجمدة، اقطعها مكعبات، وبعدين ان انا انزل بيها تبقى يعني ماسكة نفسها. ودي طريقة تانية. دي طبعا كمية من الناجتس انا شلتها، وقلت اوريكم برضو طريقة تانية ممكن تعملوها بيها اسرع بدل ما ننتظر اللي في الفريزر. بجيبها كده بايديا عادي، ممكن تمسكيها بايديكي قطعة، وبعدين تحطيها في البيض واللبن، وبعد كده تغلفيها كده بالبقسماط. سهلة جدا. البقسماط ده عليه نشا، وعليه كورن فليكس مطحون. تمام، عشان تطلع نفس القوام اللي بره ونفس القرمشة لازم كورن فليكس مطحون. وممكن تعمليها بالبقسماط بس انا عشان اطلعها زي اللي بره عشان ولادي شكلتها بالشكل ده. شكليها بالطريقة اللي تعجبك، دواير، مكعبات، مثلثات، مش هتقول لا. فانا عملت اهو. بص، واحده تانية خدت قطعه. طبعا البيض والبقسماط ده مش هنرميه، يعني الحته دي هتخلص، وهشيل البيض والبقسماط ده والبيض واللبن اللي على بعضيه هشيله في التلاجة لما الصينيه تتلج او تمسك، على اساس انها تبقى سهله ان انا اقطع وامسك القطعه بقطعتها، واقدر احطها في البيض واللبن وبعدين البقسماط. هنا بقى ابتديت ان انا اقلي الحبه اللي احنا عملناهم مع بعض، اللي هم ما دخلوش الفريزر اصلا، عشان اوريكم النتيجه. تمام، وهوريكم برضو النتيجه من اللي في الصينيه اللي دخلناها الفريزر. بصوا لونها وبصوا الجمال، بصوا يعني فعلا يعني شكلها مشهي. هنا بقى دي بقى الصينيه اللي دخلناها الفريزر. بصوا نقطعها كده، بصوا ماسكه نفسها شويه.
انا طبعا ما سبتهاش لتاني يوم، انا سبتها في الفريزر قد ساعتين كده بعد ما اتغدينا. كلنا الناجتس بقى. هنا بصوا بقى، هنا ساعتين يعني، لو سبتيها اكتر من كده تقدري برضو ايه تقطعيها بسهولة اهي. هنمسك بقى كل مكعب من المكعبات دي نحطه في البيض واللبن اللي كان معانا من ساعتين، وبعدين البقسماط اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا يعني لو سيبناها في الفريزر اكتر من كده هتبقى سهلة برضو، بس انا عشان اوريكم النتيجة عشان انزل لكم الفيديو بقى. اهو خدت قطعة حطيتها في البيض واللبن، ده اللبن والبيض اللي كان باقي معايا، وهو بقسماط تاني جديد. تمام، حطيناها في البيض والبقسماط. البقسماط عليه معلقة من النشا ونص معلقة من الكركم، والبقسماط ده برضو عليه كورن فليكس. لو عايز تحطي عليه ملح وفلفل اسود تحطي، بس انا يعني ظابطه التوابل بتاعه الناجتس. اهو قدمتها بقى جنب رز وملوخيه. اتغدينا ناجتس ورز وملوخيه، طبعا حلوه قوي في اللانش بوكس. عملت كميه حلوه، كان عندي رز وملوخيه وعملت جنبها بيكاتا بالصوص الابيض او بالكريمه. ومعايا هنا بقى بقيه، بصوا الملوخيه قبل ما اوريكم بقى باقي اللي انا خزنته. ملوخيه تحفه، الملوخيه دي مخزناها ومخزناها معاكم السنه اللي فاتت. ده بقى بقيه النص كيلو، عمل لي طبقين حلوين غير الحبه اللي انا حمرتهم. خدوا بالكم يا جماعه، هي بترمي كتير. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.